أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة النيل للرياضة وبرنامج أبطال التحدي. قبل ما نقدم بطلتنا النهاردة الكبيرة البارالمبية، عايز بس أقول لحضراتكم إن برنامج أبطال التحدي كعادته في رمضان، كل سنة وحضراتكم طيبين، إن طبعا حضراتكم عارفين إن رمضان على الأبواب. بيعمل فقرة اسمها شاشة خير. الفقرة دي عبارة عن فعلا شاشة خير لأي حد شايفنا محتاج كرسي متحرك، محتاج عملية غارم. بيعمل ايه بقى؟ احنا بيبعت لنا على رقم التليفون 2575 60 13. هيبعت لنا، هيكلم هنا وياخد رقم تليفون الأستاذ عريان، وهيبعت له على الواتس فيديو بحالته. الفيديو ده طبعا صوت وصورة، ويتكلم عن حالته ومشكلته لمدة مثلا دقيقة أو دقيقة ونص أو دقيقتين بالكتير. يحكي قصته، يحكي إذا كان محتاج طرف صناعي أو كرسي كهرباء، يعني أي حاجة عايزها. إحنا بقى عن طريق شاشة خير مش هنقول له مثلا ادينا الفلوس أو ابعت، لا لا لا، إحنا هنحط رقمه. وطبعا السادة المشاهدين اللي هيكونوا متبرعين هيتصلوا بيه مباشرة، وتبقى منه ليه، يبقى احنا عبارة عن وسيط خير. برنامج أبطال التحدي ده هيكون وسيط خير، إنه بيسهل الناس إنها تعرف بعض، نوع من التكافل. ربنا مدينا نعمة الشاشة دي نعمة كبيرة، فلازم نستغلها استغلال خير، وخصوصا احنا داخلين في رمضان، فهتبقى فقرة شاشة خير في رمضان. وانا عارف ان شاء الله اللي بيشوفونا في اذا كان في مصر او في الوطن العربي او رجال الاعمال بيحبوا يعملوا خير كتير، لما يلاقوا قصة موجودة او حالة انسانية، اكيد هم هيتبرعوا بيهم. وان شاء الله ربنا يجعلها في ميزان حسناتهم وحسنات نقول مجموعة برنامج أبطال التحدي، من المخرج من الإعداد، لأن دي يعتبر ذكرى خفية لينا كلنا، وإن إحنا بنعمل حاجة نستغلها للخير عن طريق شاشة خير اللي بنقدمها في رمضان في قناة النيل للرياضة.